في ليلة رمضانية الزمالك اكتسح الإنباوية بالثلاثية في مباراة نجمها الأول لأسطورة ناصر منسي، إنما ده خول الزملكاوية واخدينه في سطح لجنة حمادة. الزمالك لعب بطريقة المعتاد 3-4-3 طريقة تشل بصراحة، إنما ده ملعب كرة. قبل كده ما نتكلم على الكرة والحكايات، ده ملعب كرة، دي نجيلة ملعب كرة يتلعب عليها. ده مش ملعب كورة، دي منطقة الجزاء يا جدعان، ولا دي انوار؟ ده انوار يا جدعان، ده احنا عندنا في دورات رمضانية النور اكتر من كده. ودي جزء من الملعب حبوا يستغلوه فعملوا فيه شوية جرجير كده. الزمالك لعب ضغط على من اول دقيقة على نادي انبي بنتايج الجفالي. شوف هنا بس كان في كذا كورة كذا كورة، كان الزمالك محتاج الخط الوسط اللي هو ناصر ماهر ودونجا يكملوا، بس ما كانش فيه التكملة الأساسية. هنا الباص السحري من محمد حمدي، الباص ده أنا شتمته الصراحة، شتمته فيه. مش عندي تخيل الكرة دي هتوصل لبنتايك ازاي، بس حرفنة رهيبة. اتنين ضاغطين على محمد حمدي، وفي واحد قاطع زاوية الرؤية عنده برضو قدام بنتايك، وبرضو لعبها مزيكا وصلت، ولا المدافع الباك بتاع انبي عارف يقطع الكورة، حط رجله معرفش يقطعها، وبنفس الوقت وصلت قشرة قدام بنتايك بقى يعمل ايه؟ عادي زي كل الباكات العالمية، حط الكورة طريقة فنانين، طريقة فنانين كده يا جدعان. عارف دي لو فتوح كان خدها وعملت فازلك ويحب يحط الكرة من بين رجل المدافع ويعمل. شوف بنتايك اللي جاي من دولة المغرب الشقيقة اللي هي لعيبة أوروبية كلها، شوف العب يا بنتايك عرضية عالمية، راحت للأسطورة. الأسطورة على طول حط في الزاوية العكسية هدف. هنا الزمالك في الشوط التاني لما غير اللعب بقى يلعب 4-3-3، بدأ يضغط، بدأ يلاقي اللعيبة. هنا انبي كان دخل فيه الهدف، بدأ يجابل قدام، ساب الكومباكت اللي ورا. نص سيف جعفر أول مرة يلعب اسلوب الجمال ده، أول مرة يلعب اسلوب الجمال والدلع ده. بنتاي كان بحبك يا اسطى، والله بحبك صلاح الدين مصدق يا جدعان. ايه اللعب الكرياتيف ده؟ ايه اللعب ده يا جدعان؟ مش هي مش بالفلوس على فكرة، هي عايزة عين، الكرة بالذات عايزة العين يا جدعان. اهم حاجة يبقى عندك العين. لاعب قوي، لاعب برفق كده، لاعب جامد، لاعب بيخش يقطع الكرة منك، هيقطع الكرة، هيقطع الكرة. شوف من غير فاول.